عشان نقفل القصة ديّة وندخل على الأهلي على طول. إحنا عندنا رئيس لجنة حكام كولومبي، أوسكار ده راجل رئيس لجنة حكام كولومبي، وهو الحقيقة يعني CV كويس وراجل اختيار لحدٍ ما بالورقة والقلم، يعني اللي جابه على أساس إن الراجل ده مهنيًا راجل قوي جدًا، وراجل في الFIFA راجل كويس يعني، اللي جابه هيشوف الCV وهيقول إنه راجل كويس. هو راجل كويس الحقيقة يعني إحنا ما بنشككش في كده أبدًا فنيًا وسلوكيًا وكل حاجة يعني، ولكن أنا مش عايز أدخل في تفاصيل كتيرة عن الموضوع دوّة، لكن أنا يعني هاقوله من بعيد، هاقوله من بعيد. يعني الكلام اللي كان بيُشاع حوالين أوسكار، وأنتم بقى يعني فسّروا أو وضّحوا أو يعني كل واحد بمزاجه بقى. أنا عايز بس الاتحاد يرجع يدوّر في الموضوع ده، يعني أو يعمل بس إيه، يعني نظرة أعمق شوية في القصة ديّة. كان في كلام دمّه تقيل وبايخ وإحنا كمجتمع ما نقبلهوش، كان مربوط بأوسكار أمّا ييجي يعني، أو أول لمّا جه كان في قصص ليه كده، ولكن إحنا بنستقبل الموضوع ببساطة عامةً. لكن أنا جات لي معلومات مؤكدة إن يعني في حاجة ممكن تكون مش مضبوطة. الحكام أعتقد إن في حكام كتير أوي هيفهموني يعني، فيعني ممكن نكلم الراجل ونفهّمه دنيتنا تمشي إزاي. آآ أو بشكل عام يعني أنا ما قُلتش الراجل غلط، لا حد مثلًا يقول لي أنت بتقول عليه كده خالص، خالص، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن إحنا ندوّر في الموضوع تمام، وندّي تحذيراتنا يعني ننوّر اللمبة كده ونقول لأ، ناخد بالنا يعني وحاجات كتير. فأوسكار راجل قوي فنيًا وسلوكيًا وكل حاجة، ولكن أنا بس يعني من باب الحرص، خلّوني ناخدها من باب الحرص يعني، من باب الحرص إن إحنا نحرّص ونوعّي ونفهّم. كده ده موضوع أوسكار